السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى ناس، يا احلى عيله؟ بصوا يا حبايبي، النهارده بقى ايه انا عامله. رحت امبارح وانا جايه من بره، كنت بره. المهم ايه، لقيت واحده حاطه كرومب. رحت واخده كرومبايه منها ب10 جنيه والله. بس طلعت الورقه بتاعتها كانت تخينه شويه فضايقتني في الحشو. بصوا المحشي بتاعي. هتقولوا انت ايه حكايتك مع المحشي؟ انا بحب المحشي على فكره. في بلاد لازم المحشي ده كل يوم خميس. بس جنب منه بقى مش هقول لكم يا حبايبي، مش هقول لكم. اشي بط، اشي فراخ. انا عملت قرديحي. بص المحشي بتاعي بعد ما حشيته، تعالوا يلا هقول لكم الطريقه. طبعا انا جبت الكرنبايه وشطفتها ورحت حطها بقى، كنت حاطه الميه على النار. سلقت الكرنبايه بتاعتي. قلت مسلق كده ايه، وصاحيه يا اختي من بدري. عمالة على نفسي هفاني على المحشي، نايمة بحلم بالمحشي. وأول ما فتحت عيني جريت. معلش في صوت قطر عشان احنا ساكنين على الأرض القطر. جريت كده اهوت يا دوبك. رحت عاملة لي كوباية شاي وحطيتها جنبي مني. ورحت ماسكة الكرنباية غسلتها ورحت مقطعاها، فككتها من بعضها وكده. ورحت حاطة شوية المية على النار فيهم شوية الملح وشوية الكمون. ورحت ايه قلت اما اسلق ايه الكرنباية بتاعتي. سلقت الكرنباية اهوت. ايه يا خالتي بامبا رغاية؟ انا رغاية. انا عارفة ان انتوا بتتفرجوا عليا، هتتفرجوا عليا وتقولوا دي رغاية. بس انا عارفة ان انتوا كلكم ناس حلوة والله العظيم ثلاثة. كل اللي بيخش على الفيديوهات بتاعتي ويشجعني كده وشهيصني، مش هقول لكم انا بتبسط قد ايه. يلا يا حبيبتي انت وهي كده، خشي احلى كومنت كده واعمليه، فرحيني. عشان انا ايه، لو نجحت هنجح بيكم انتوا. وان كانت حاجة مش عاجباكم وعندي قولولي برضو، صدقوني انا مش هزعل. اي حد يتضايق من حاجة او في اي حاجة قولولي مش هزعل. خرطت ايه بصلتين 3 بصلات كده يا اختي. انتوا عارفين المحشي بيحب البصل. طبعا انا كنت غاسله الطماطم. بتقولوا بتروحوا فين وتيجي الولايه دي، بتروحوا وتيجي فين؟ بروح يا حبايبي، كنت بغسل القوطه وحاطه الخلاط بتاعي بحصرها. مقطعه يجي كيلو قوطه كده، الكيلو قوطه. ومنها ما كلفتنيش على فكره، المحشي ما كلفنيش. هو كان الرز عندي والطماطم بس اللي اشتريتها. وكان البصل طبعا موجود في البيت، وكان عندي الخضرة في الفريزر. يعني اكترية الحاجة كانت من البيت. خلينا انا اقلب في البصلة كده واشوقكم. اروح اقلب البصل تقليبتين واجيلكم. عشان كنت بحصر القوطة بحضر الحاجة جنب مني، يعني ما كنتش واقفة على البصلة بس. داخلة خارجة على البلكونة شوية، اشي مش عارفة ايه شوية. ورحت جايبه لكم قرن فلفل حامي كده وقرن فلفل بارد. ما رضيتش احطهم في التخديعه بتاعتي، عشان ايه كان هيبان ان انا حاطه ايه فلفل حامي. عندي ابني محرمني في الشطه والفلفل الحامي. بيقول لي بتعب منهم يا ماما. طبعا وانا ما زعلش حبيب قلبي، ما زعلش ابني. رحت ايه بعد ما خلصت المحشي بتاعي، رحت مقطعه كده ايه على وشه. رحت مقطعه قرن، حطيت القرن الفلفل على الوش عشان ايه اول ما يستوي اروح شايله قرن الفلفل ما يشوفوش. سبت بقى ايه القطه بتاعتي تاكل وتهرب نفسها كده وتتسبك. انا على فكره بصوا بروح اغسل المواعين، ما بحب اشطب حاجتي اول باول. ما بحبش اركن حاجه في المطبخ، لان ده نظافه البيت من نظافه المطبخ. طول ما المطبخ عندك رايق ونظيف تحس ان كل حاجه عندك نظيفه. هو مطبخي قليل صغير قوي على فكره. هبقى اصوره لكم مره، هصور لكم المطبخ وهصور لكم الشقه ان شاء الله.
اكون بس ايه يوم فاضيه فيه كده، اقوم اشيل واحط كده واطلع المراتب في الشمسيه كده تتشمس، وانضف تحت السراير وكده. رغم انا كل ده بعمله على طول يعني، ما بسيبش حاجه عندي. بس اليومين دول كده ايدي معلش ايدي تعباني، فعشان كده بخلي بنتي هي اللي تعمل لي وكده. حطيت طبعا حبه فلفل اسمر، وحبه كمون، وحبه بهارات. في بهارات بتتباع بهارات محشي، حطيت حبه بهارات طبعا انتوا عارفين بقى، والملح. بس انا هنزل بالملح، هتشوفوني دلوقتي انا بحط الملح اهو يا حبيبي. حطيت الملح بتاعي. بصوا ملح المحشية بعد ما استوى، القرن الفلفل اهو. دلوقتي هاخده اشيله قبل عيني ما تشوفه. بصوا يا حبايبي، شفت المحشي شكله حلو وجميل ازاي. يلا ما تنسوش تجربوه. اللي عايز ياكل محشي وعايزني اجي على فكره، انا لما باجي انا بفرش الحله بورقه كرنب عشان ما يتشعوطش مني تحت وكده. وبعد ما بخلص المحشي بتاعي بروح رمياها وكده. اه بصوا يا حبايبي المحشي بتاعي. يلا بقى بصوا مش هقول لكم، نفسي كده هو تشهيصوني في حاجات كده، مش عارفه بجد بجد. ان كنت انا مثلا بعمل حاجات مش حلوه، قولولي. باي باي.